اخر الشهر بقى ومفلسين، يبقى الفيديو ده بقى ليكي يا ست البنات. هاتي 1.5 كيلو من البطاطس، هنعمل منهم عظمه. هنعمل كل الاصناف اللي انت شايفاها دي من غير بقى ولا لحمه ولا فراخ، مش عشان مفلسين بقى خلاص، لا لازم نعمل اكلات ندلع بيهم الولاد، نفتح نفسهم على الاكل. وهنشوف كمان في الفيديو طريقة للبطاطس حاولت اجربها معاكم وفشلت فشل ذريع جدا، مع ان قنوات كبيرة عملتها ومرضتش انا اشيلها في الفيديو علشان محدش يعملها، علشان حرام تعبكم ومجهودكم وكمان فلوسكم تروح على الفاضي. وهوريكم كمان ازاي عرفت اعالجها. هاتي بقى يا ست البنات 1.5 كيلو من البطاطس، هناخد منهم للوصفة الأولى 3 بطاطسات، وللأمانة لقيت عندي واحدة يتيمة كده فعملتها معاهم. فالوصفة الأولى عملناها ب4 بطاطسات متوسطين يعني مش كبار، هنقشرهم بقى ونقطعهم لمكعبات كبيرة بالشكل ده. هنغسلها بقى كويس جدا، وهنكون حاطين في الوقت ده مية على البوتاجاز، وأول ما تغلي هنروح ساقطين فيها البطاطس علشان نسلقها. وعلى بقى ما تتسلق معانا هنجيب حزمة من البقدونس ونقطعها صغير خالص بالشكل ده. واول بقى ما تتسلق هناخدها على طول وهي لسه سخنه كده، ونهرسها كويس جدا بالهراسه او بشوكه لغايه ما تنعم معانا خالص. وهنتبلها بقى بتتبيله عاديه جدا موجوده في كل بيت، شويه من الفلفل الاسمر وشويه من الملح وكمان شويه من الكمون، وهحط عليهم كمان 3 معالق كبار هرميين من النشا، فانا ما كنتش ملياهم كويس فحطيت شويه كمان. وهحط عليهم كمان البقدونس اللي كنا مقطعينه، ونقلب بقى كل الجمال ده كله مع بعضه. هاخد بقى نصهم واحطهم في كيس كريمة علشان عايزة اعمل صوابع بالشكل ده على ورق زبدة او حتى كيس تلاجة، وبعد كده هحطهم بقى في الفريزر لمدة ساعة. وللوصفة التانية بقى هناخد النص التاني من البطاطس المسلوقة، وطبعا احنا متبلينها ملح وفلفل اسمر وكمون ونشا. هنزود عليهم بقى للوصفة دي معلقة كركم ومعلقة بابريكا، واقلبهم بقى كويس جدا. وبعد كده هنفرش كيس من اكياس التلاجة ونحط عليه البطاطس بالشكل ده، ونحط عليها من فوق كمان كيس تلاجة، ونفردها بقى بايدينا او بالفرادة بالشكل ده. وبعدين هسويها وتقطيعها بقى زي ما انت عاوزه خالص، عايزه تقطعيها مربعات مثلثات قلوب زي ما انت عاوزه خالص. انا بقى هقطعها بالشكل ده وهدخلها هي كمان الفريزر لمده ساعه على ما تمسك نفسها كويس، قبل ما نشوف هنعمل ايه تاني فيها مع بعض. وللوصفة بقى التالتة هجيب بطاطسيتين واقشرهم وبعدين هبشرهم بالمبشرة الناعمة دي، تنفع اي مبشرة موجودة عندك مش مهم دي يعني، وبشريهم بس كويس من الناحية الناعمة بالشكل ده. وهغسلها بقى كويس جدا علشان ننزل النشا اللي فيها خالص، وهبدأ بقى اصفيها واعصرها كويس جدا كده بايدي، لازم ما يكونش فيها ولا نقطة مية علشان ما تفكش مننا في الزيت. هحطهم بقى دلوقتي في بولة ناشفة، وهبدأ بقى اتبلهم واحط عليهم شوية من الكمون وشوية من الفلفل الاسمر وشوية كمان من الملح وبابريكا و3 معالق كبار مليانين من النشا. ونقلب بقى كل الجمال ده كله مع بعض كويس جدا. وبعد كده بايدينا بقى علشان نعرف نكورها هناخد شوية على قد حجم الكورة اللي انت عاوزاها، ومجرد ما بتلفيها كده بايديكي تتكور معاكي بمنتهى السهولة زي ما انت شايفة كده. الطريقة دي بقى ينفع تروح على طول وتقليها في الزيت وما تقلقيش، مستحيل ابدا ابدا تفك معاكي. بس انا برضه هحطها شوية في الفريزر لغاية ما اعمل اخر وصفة موجودة معانا النهاردة. هنجيب بقى اخر 3 بطاطسات ونقشرهم ونغسلهم، وبعد كده هنقطعهم لصوابع متوسطة، لا هي رفيعة قوي ولا سميكة زيادة عن اللزوم، عايزينها تكون بالحجم ده كده. وهحطهم بقى في بولة، وبعد كده احط عليهم مية مغلية، وهحاول بقى اغطسهم كده في المية، واغطيهم واسيبهم بقى كده في المية المغلية حوالي 10 دقايق. وفي الوقت ده بقى نحضر التتبيلة بتاعتنا. في بولة تانية هنحط فيها كوباية من الدقيق، وهحط عليها نص كوباية من النشا، ودول اللي كانوا فاضلين عندي، فحط انتي بقى نص كوباية.
وهحط عليهم معلقة كبيرة من الكركم والبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وشوية من الكمون والفلفل الأسمر وشوية من الملح ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، ونقلبهم بقى كويس جدا مع بعض، ونحط عليهم المية واحدة واحدة، مية عادية من الحنفية. احنا عايزين قوامها لا تكون تقيلة قوي ولا كمان تكون خفيفة قوي، احنا عايزين قوامها يكون بالسمك كده. وبعد 10 دقايق بقى هاخد البطاطس اللي كنا حاطين عليها مية سخنة وهحطها في مصفى علشان اصفيها كويس جدا من المية، وبعد كده هحطها في التتبيلة اللي عملناها واقلبها بقى واغطسها كويس جدا في التتبيلة. والطريقة دي برضو تنفع تقليها على طول، بس انا عايزاها تشرب كويس قوي من التتبيلة، فهحطها بقى في التلاجة. وبعد ما جمدت اصابع البطاطس بتاعتنا شايفين ماسكه نفسها وبتطلع معانا بمنتهى السهوله من على ورق الزبده، هنروح بقى نقليها على طول في زيت سخن. هتشوفوا بقى اول ما سخونة الزيت وصلت للاصابع وفك التجميد اللي فيه، فكت خالص وبوظت الزيت وضاع كل التعب بتاعنا. فالطريقه دي صدقيني فاشله جدا، اوعي تجربيها لو حتى مين حتى اللي بيعملها، لانهم بيكونوا مزودين عليها بيض بره التصوير وبيقدمها لك على انها طريقه اقتصاديه علشان المشاهدات. فخديها قاعده مني كده ان اي بطاطس مسلوقه لازم تحط لها بيض علشان لما تحطيها في الزيت تمسك نفسها وما تفكش بالطريقه دي. وبعد بقى ما نضفنا الزيت بتاعنا كويس جدا هنطلع كرات البطاطس من الفريزر وعلى طول هحطها في زيت سخن غزير، ما تلمسيهاش بقى ولا تيجي ناحيتها خالص لغايه بس ما تاخد لون من تحت. وبعد كده بقى ابدأي قلبيها الناحيه التانية، واول ما تاخد اللون الجميل ده من ناحيتين هنخرجها على طول. عايزه اقولك بقى والله العظيم طعمها يجنن، طعمها بجد حلو قوي ومقرمشه قرمشه مش طبيعيه. ويلا بينا بقى على طول نحضر الكفر بتاع بانيه البطاطس اللي احنا عملناها. هنحتاج بيضة ودقيق وشوية بقسماط، هنحط على البيضة شوية من الفلفل الأسمر، وهنتبل البقسماط والدقيق بنفس التتبيلة اللي تبلنا بيها البطاطس، كمون، فلفل أسمر، ملح، بابريكا، كركم، ونقلبهم بقى كويس جدا. هحطها بقى الاول في الدقيق واعفرها بقى كده واغلفها كويس جدا بالدقيق، وبعد كده هحطها في البيض وبعدين البقسماط، وهضغط عليها كويس جدا جدا علشان الكفر يمسك كويس في البطاطس، وهتبقى بقى معانا بالشكل القمر ده. ما قلتلكوش بقى عالجت اصابع البطاطس اللي كانت لسه باقيه ازاي؟ رجعت عجنتها بعد ما فك التجميد منها وزودت عليها معلقه كركم ومعلقه بابريكا، وبعدين عملتها هي كمان بانيه، وبكده نكون استفدنا منها وما رميناش حاجه خالص. هدخلها بقى تاني الفريزر من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير تمسك بس نفسها والكفر كمان يثبت عليها. وبعد كده هحطها على طول في زيت سخن، برضو ما تلمسهاش ولا تيجي ناحيتها خالص. هي اول ما بتحطيها في الزيت بتغطس لتحت، واول ما بتبتدي تستوي بتنفخ بالشكل ده وبتطلع على الوش. هنقلبها بقى على طول على الناحية التانية، واول ما بتاخد اللون الجميل ده بنطلعها. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ طبعا تقدري تعملي الكمية اللي انت عاوزاها وتفرزيها بعد طبعا ما تعملي لها الكفر بتاعها، ولما تحتاجي تقلي منها طلعي على قد ما انت عاوزة، هتبقى جاهزة معاكي في اي وقت ما بيحصلهاش اي حاجة خالص. ويلا بينا بقى نقلي اخر وصفة موجودة معانا النهاردة، وهي البطاطس الفريسكاس. هنحطها بقى في زيت سخن على نار متوسطة علشان اديها فرصة تستوي كويس، وهنزل بيها بقى واحدة واحدة علشان يطلعوا مفرطين، لانك لو حطيتي كبشة كده مع بعض هتلاقيهم بقوا حتة واحدة، ولو حاجة لزقت بالمعلقة وفصليهم هينفصلوا معاك بسهولة. شايفين بقى الجمال والطعامة؟ اللون بتاعها طالع معانا بجد خطير. لو انت بقى هنا عايزة الكفر بتاعها يكون اكبر من كده شوية، بعد ما تخرجيها من الخليط السائل اللي احنا حاطينها فيه حطيها في الدقيق وبعدين خديها واحدة واحدة واقليها، بس في الحالة دي مش هتكون مقرمشة، فاللي حابب بقى انها تكون طرية شوية يعمل بقى الحركة دي. وبس كده، وبكيلو ونص من البطاطس عملنا بقى منها وليمة تكفي بقى عيلة بحالها. عملنا منها 3 أصناف وكل صنف ليه طعم مختلف خالص عن التاني. أكلة مشبعة جدا جدا وفي نفس الوقت مش مكلفة خالص، تنفع بقى للفطار وللغدا وكمان للعشاء، يعني تنفع في كل الأوقات. ويا رب بقى كل الاصناف اللي عملناها النهارده تعجبكم، واشوفكم ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي على خير. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.